بعتقد ما في أي كاميرا أو أي مشهد ممكن يوصف الشيء اللي حاليا أنا شايفه. أقسم بالله ما عرفان شو بدي أحكي. المكان هاد كان بيوم من الأيام عبارة عن مدينة مسكونة فيها حيوية وأسواق والناس عايشة فيها أحسن عيشة، ولكن حاليا هي عبارة عن مدينة أشباح. حرفيا ما في أي حدا ساكن بهي المدينة، صفر سكان، صفر أبنية واقفة، المدينة كاملة على الأرض. جوبر. طيب ليش هي المدينة فيها دمار؟ يا لطيف. طيب ليش هي المدينة فيها دمار أكثر بكتير من باقي المدن؟ ليش جوبر بالتحديد؟ عندك جوبر والآبون، ليش هي المدن بالتحديد فيها دمار كتير كبير؟ بالبداية هي المدينة هي مدخل الغوطة الشرقية، واللي هي المنطقة اللي أكثر شيء كان فيها مظاهرات وكان فيها جيش حر. فباعتبار هي المدينة محيط للغوطة الشرقية، فكانوا يقصفوها بشكل كتير كبير وجدا مدمر مشان ما يكون في شيء قدامهم يحجب الرؤية عنهم للغوطة الشرقية. بدهم المدينة هي دمار شامل. المدينة هي حرفيا ما فيها أي حدا، ما بتسمع ولا صوت، بس صوت عصافير، صوت كلاب، صمت مو طبيعي بهي المدينة. المدينة هي بشكل حرفي عبارة عن مدينة أشباح. هذا الفيديو ما في شيء ممكن ينحكى فيه، مشهد لحاله بيحكي وبيبكي. طيب هل ممكن هي المدينة تتعمر؟ أكيد كل شيء ممكن، لكن بده وقت، وأنا أعتقد إنه الأفضل إنه ما تتعمر. ليش؟ نظبط الإضاءة. ليش الأفضل إنه هي المناطق ما تتعمر؟ الغوطة الشرقية قبل ما يجي نظام الأسد كانت عبارة عن بساتين ونهر ماشي وجو نظيف وخضار. بالمقابل في مساحات جدا واسعة بسوريا عبارة عن جبال فاضية ما فيها أي شيء، حتى زراعة ما فيها. طيب ليش هلا بالمخطط الجديد ما نرجع هي الأماكن لبساتين وحدائق كبيرة ونعمل مجمعات بهديك الأماكن الفاضية ونستغل المساحات؟ أنا هذا رأيي الشخصي، ما بعرف إذا أنت بتوافقني على هذا الشيء. وبس، أشوفكم بالفيديو الجاي. سلام.